بسم الله الرحمن الرحيم، ولايف جديد يا جماعة هنتكلم فيه عن أخبار كتيرة جدا تخص النادي الأهلي. النهاردة صفقات النادي الأهلي اللي هيتم الإعلان عليها في خلال الفترة اللي جاية، وهنتكلم كمان عن اتحاد الكورة اللي أعلن عن العقوبات على نادي الزمالك بعد إحداث الشغب على الكابتن أمين عمر حكم مباراة أسوان. وكمان هنتكلم عن الخبر السيء، هو يعني يمكن أسوأ حاجة في اللايف ده، وهو إصابة كريم فؤاد والصدمة اللي دخلت النادي الأهلي النهاردة، والإصابة بتاعت كريم فؤاد اللي طبعا قطع في الرباط الصليبي ده. الإصابة اللي احنا يعني للأسف نادي الأهلي دلوقتي يمكن دي تاني إصابة للرباط الصليبي يمكن في خلال أسبوع بعد الإصابة بتاعت كريم فؤاد. ويمكن ما تفهمش برضو يعني حظ النادي الأهلي دايما في موضوع الإصابات، في بالذات في موضوع الرباط الصليبي ده. النهاردة كريم فؤاد وأكرم توفيق، ويمكن في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا يمكن شفنا قبل كده إصابات كتيرة جدا للنادي الأهلي، إصابات طويلة. يمكن أقل إصابة منهم يمكن في خلال سنة ولا حاجة بنشوف أكرم توفيق موجود. محمد محمود برضو إصابة بقى قبل كده مرتين في الرباط الصليبي. شفنا متولي، شفنا عمار حمدي برضو إصابة في الرباط الصليبي. كريم فؤاد دلوقتي يمكن الاشتباه بتاع إصابة في الرباط الصليبي. يعني اصابات كلها تقيله واصابات كلها كبيره قوي مع نادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي يمكن بنشوف يعني لعيبه تانية في انديه تانية. يمكن النهارده يوسف اسامه نبيه بيغيب عن نادي الزمالك علشان مباراه الداخليه، عشان عنده يعني وجع في اسنانه تقريبا، او يعني ممكن حاجه يرش بنج ويلعب يعني. فبس يعني هنقول برضو انه الاصابه للاسف هي الاصابه قدر، وما تقدرش تقول انه يعني تلوم حد في الموضوع بتاع الاصابات دي، ولكن الحمد لله طبعا على الاصابات وعلى القدر بتاع الاصابه. يمكن كريم فؤاد بعد ما شفنا ابتدى يخش في حسابات كولر وبقى هو الاساسي في الناحيه اليمين في النادي الاهلي، بنشوف الاصابه دي اللي هتعطله كتير جدا. ونتمنى يا رب ان هو يرجع بشكل احسن من الفتره اللي فاتت مع كولر، وباذن الله يرجع للملعب سريعا يعني. يمكن دي اول حاجه وتقول بقى انه موضوع اصابه كريم فؤاد ده هيأثر بشكل كبير جدا في حسابات كولر في الفتره اللي جايه. يمكن شفنا انه يعني ممكن يكون في فكر من كولر انه دلوقتي ما عندكش غير محمد هاني في الباك اليمين، وكمان موجود دلوقتي حسين الشحات في الجنب اليمين. يمكن ما عندكش لعيبه تانية موجوده في النادي الاهلي في المكان ده دلوقتي غير الاتنين لعيبه دول. عندك باك يمين وعندك وينج يمين، ما عندكش بدايل كتير. يمكن يكون ده يعني مبرر نشوف في الفتره اللي جايه ان ممكن كولر نلاقيه بيلعب مثلا بثلاثه في الدفاع بدل ما يلعب 4-3، او ب 4-2-3-1. ممكن نلاقيه بيلعب 3-4-3، ويعني ممكن نشوف فيه بدائل كتيره. ممكن نشوف رامي ربيعه مثلا بعد ما يرجع من الاصابه، او ممكن تلاقي ان حمدي فتحي مثلا ممكن يلعب تالت مع الاتنين اللي ورا مع ياسر مثلا ومنعم. ممكن يكون في حلول كتير يعني هيفكر فيها كولر الفتره اللي جايه، وما تستبعدش انه ممكن يحصل حاجه زي كده. لانه برضو يعني يمكن رغم ان النادي الاهلي اعلن انه اتفاوض مع خالد عبد الفتاح اللي هو مدافع بتاع نادي سموحه، الباك رايت بتاع سموحه، واعلن ان هو يكون اعاره لمده 6 شهور، ولكن برضو البدايل مش كتير في الحته دي. وهيكون في بدايل برضو ان انت تطلع حد من تحت من الفريق الناشئين، ويكون ده برضو حل كويس في الفتره دي علشان النادي الاهلي برضو يحاول ان هو يجيب بدايل للموضوع ده. ممكن برضو نفكر انه محمد عبد المنعم يلعب مثلا باك رايت، ممكن رامي ربيعه مثلا يلعب في الحته دي. اكيد هيكون في فكر لمارسيل كولر في الفترة اللي جاية انه يحاول يخلق اي بدايل علشان يعوض العجز اللي بقى موجود في الباك رايت في النادي الاهلي. يمكن دي اول حاجة حابين نتكلم فيها، ونتمنى ان شاء الله ان كريم يرجع باذن الله هو واكرم ومصطفى شوبير. وطبعا عندنا اصابات كتير وبيرسي تاو وطاهر، يعني القايمة كبيرة جدا، ولكن الحمد لله طبعا على كل يعني الاصابات دي، وان شاء الله كلهم يرجعوا بحال كويس يعني. موضوع الصفقات بقى في النادي الاهلي، وده الكلام الكتير اللي بيتقال في الفترة اللي فاتت ديت عن يعني الصفقات اللي موجودة في النادي الاهلي. ولكن يمكن الثلاثة القريبين دلوقتي اللي موجودين والكلام عليهم كتير قوي، وان شاء الله يكون في مجال ان هم يكونوا على خلاص على التوقيع يعني. موضوع خالد عبد الفتاح اللي هو باك رايت سموحة، ويعقوبو اللي هو المهاجم بتاع غانا اللي هو بيلعب في ريو افي البرتغالي، ومحمد الضاوي اللي هو الجناح بتاع النجم الساحلي التونسي. يمكن دول الثلاثة اللي موجودين دلوقتي
في النادي الاهلي في الصفقات اللي شبه يعني خلاص، يعني هم مستنيين بس التقارير او نتيجة الكشف او التقارير الطبية بتاعتهم اللي تبين حالتهم ان هم كويسين. لانه برضو النادي الاهلي للاسف اتلسعنا كتير قوي في حتة ان بيبقى في لعيبة بتيجي وبعد فترة بنلاقي فيه اصابات وحاجات زي كده. بس ان شاء الله يكون يعني اللعيبة دي لو هتجتاز ان شاء الله الكشف وهتبقى فت يعني بالبلدي كده في حالتهم كويسة ومفيش اصابات او مفيش حاجة. خصوصا ان يعقوب ده عرفنا ان هو كان عنده من سنتين رباط صليبي وراجع منها، ولكن هو ان شاء الله يكون اضافة للنادي الاهلي في حالة ان هو يعني يطلع التقرير بتاعه الطبي ان هو حالته كويسة ويقدر يعني يشارك مع النادي الاهلي بشكل كويس. ده بالنسبة للصفقات اللي موجودة في النادي الاهلي. وبرده يعني من خلال اليومين ثلاثة اللي احنا شفنا انه في بعض اللعيبة اللي هي ممكن تكون قريبة جدا من الرحيل عن النادي الاهلي. شفنا حسام حسن والستوري اللي هو نزلها على السوشيال ميديا، وشوفنا برضو ان احتمال يكون في زياد طارق برضو يروح سموحة، وكمان محمد محمود برضو في مجال ان هو ممكن يكون اعارة برضو لسموحة او لاحد الفرق المصرية يعني. ده بالنسبة لموضوع صفقات الاهلي. نخش بقى على الكوميديا بتاعت اتحاد الكورة النهاردة اللي بيعلن عن بعد اكتر من 48 ساعة عن العقوبات اللي طلعت على نادي الزمالك او الغرامات على نادي الزمالك النهاردة. يمكن حاجات بقى يعني بصراحة كوميدية، ويعني لو العقوبات دي كانت على النادي الأهلي ما كانش أكيد هيستنى أكتر من 48 ساعة علشان يعلن عن العقوبات الضعيفة ديت اللي أعلن عنها النهاردة. وطبعا غرامة لنادي الزمالك 25,000 جنيه بسبب أحداث الشغب على أمين عمر اللي بصراحة اتروق امبارح من الجماهير وطلع يعني بيجري زي الأرنب يعني من الجماهير اللي كانت بتعترض عليه وبترمي كل حاجة في إيديها عليه. وبصراحة يستاهل يعني. في 20,000 جنيه على فيريرا وعقوبة طبعا وغرامة علشان ما حضرش المؤتمر الصحفي اللي بيطلع يهرتل فيها وبيقول أي كلام برضه. و1232 مشجع من نادي الزمالك حرمانهم من حضور ماتشين المقاولين وحرس الحدود. ده بالنسبة للعقوبات اللي هي طلعت أو الغرامات اللي اتحاد الكورة بيعلن عنها دلوقتي بعد أكتر من 48 ساعة على نادي الزمالك، في حين إن احنا شفنا العقوبات طلعت على نادي الأهلي وعلى جماهير النادي الاهلي والايقاف بتاع او الغرامه اللي طلعت وحرمان 987 مشجع اهلاوي. يمكن يعني العقوبه ديت او القرار ده تقريبا ما كملش ساعتين علشان يعني اتحاد الكوره يطلع بيه ويتكلم بيه. ودينا شايفين اهو اتحاد الكوره اللي عمال يفكر بقاله يومين علشان يشوف الغرامات اللي هتطلع على نادي الزمالك علشان تطلع يعني حاجات هزليه. وشفنا الفيديوهات والهجوم بتاع جماهير نادي الزمالك على امين عمر بعد المباراه بتاعه نادي اسوان. يعني ما مش عارف الواحد يعني بصراحه يقول ايه، ولكن ده اتحاد الكوره بتاعنا للاسف اللي ماشي بمبدأ اللي هو يعني مجامله صريحه جدا وواضحه جدا لنادي الزمالك في الفتره الاخيره. والغرامات او العقوبات اللي هي طلعها النهارده دي اساسا كلها يعني ما تقدرش تقول ان هي يعني على قد اللي عمله جمهور الزمالك في امين عمر والسباب اللي حصل والشتايم اللي حصلت طول المباراه واللي حصل من شيكابالا ومن امام عاشور. بصراحه حاجات يعني المفروض كانت تبقى العقوبات يعني حتى تكون ليها لازمه شويه عن العقوبات اللي احنا شفناها دي. ولكن خلينا بقى نتكلم على المباريات بكره ان شاء الله. الاهلي هيلاعب الساعه 5، وطبعا البنا هو الحكم المباراه، وللاسف فرحان اللي هو وائل فرحان طبعا على الفار. وفي المقابل طبعا نادي الزمالك هيلعب مباراته بدون يوسف اسامه نبيه، يعني سلامته حبيبي وسلامه سنانه ان شاء الله الساعه 7 مباراه الزمالك مع الداخليه ان شاء الله. ومن الاخبار بقى الظريفه جدا اللي هنبتدي نتكلم عنها هو باتشيكو. يعني باتشيكو سمعنا ان هو راجع باذن الله علشان بيراميدز بعد الخساره من الاهلي والهزيمه 3-0 من النادي الاهلي في اتجاه من اداره بيراميدز ان هم يمشوا جونياس ويجيبوا باتشيكو. ويمكن ده الخبر اللي سمعناه النهارده. وان شاء الله باتشيكو باذن الله لما يجي ويدرب نادي بيراميدز يكون عنده الاجابه اللي احنا مستنيينها من 3 سنين بتاعه اي قذيفه جاءت. ان شاء الله يكون عنده الاجابه المره دي ويعرف لنا برضو من اين جاء بالكاسونجو ان شاء الله علشان يكون هو المرشح الاكبر في نادي بيراميدز علشان يمسك النادي بيراميدز في الفتره اللي جايه. من برضو الاخبار الغريبه اللي سمعناها ومن الاخبار الكوميديه جدا موضوع اكله الفسيخ. اكله الفسيخ اللي سمعناها عن عن مهيب عبد الهادي عن انه بيتكلم عن نادي كبير كان بيلعب مباراته بعد الظهر.
تمام كده. النادي ده بيقول لك ان هو كان فيه عزومه فسيخ لكابتن نادي النادي ايا كان بقى النادي ده مين، وجاب اللعيبه كلها الساعه 2 بالليل وعزمهم على فسيخ ورنجه ومش عارف ايه وبصل اخضر وحاجات زي كده. والكابتن بتاع الفريق دوت طبعا نزلوا في الماتش مش شايفين اي حاجه والدنيا كانت خربانه معاهم. وطبعا يعني في اشاره طبعا ما اعرفش بقى فسيخ وفي اسوان ما تعرفش، ما السؤال دلوقتي مش احنا مش عارفين مين النادي لحد دلوقتي. ولكن طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه بكره طبعا مباراه مهمه، مباراه انبي. النادي الاهلي طبعا محتاج يفوز علشان يحافظ على الثلاث نقط الفرق بينه وبين الزمالك، في حال طبعا ان احنا مباراه انبي مباراه صعبه، ومباراه الزمالك مباراه سهله جدا مع الداخليه. انا بشوف ان هو هيكسب بمنتهى السهوله. ما اعتقدش ان الزمالك يعني ما اعتقدش ان هم يسمحوا له ان هو يخسر ماتشين ورا بعض يعني، او يكعب الماتشين ورا بعض. يعني بتكلم ان هو الاهلي ان شاء الله يقدر بكره باذن الله يبتدي صح، يبتدي بشكل كويس زي ما شفناها مباراه بيراميدز، ويبتدي يكمل في الفوز في الفتره اللي جايه ان شاء الله. نتمنى ان فرق الثلاث نقط ده لو ما زادش ان شاء الله ما يقلش باذن الله في المباراه بتاعت بكره. كل التوفيق للنادي الاهلي، وده كان لايف سريع يعني. اتمنى ان شاء الله ان دايما نتقابل على خير، وكل التوفيق ان شاء الله لكل النادي الاهلي. تحياتي ليكم، ليلتكم جميله، سلام.